ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم محمد ايهاب. يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد باذن الله. والناس اللي حابه تحجز قراءه خاصه تتفضل تبعت لي على الواتساب على الارقام اللي هسيبها لكم تحت في الديسكريبشن بوكس او صندوق الوصف. تواصلوا معايا واعرفوا الاسعار حلوه جدا، واي حد يقدر باذن الله انه يعملها ان شاء الله. يلا كده حسب طلبكم في المنتدى زي ما عملنا التصويت بإذن الله، وهنشوف إحساس الشخص دوت بيك في الوقت الحالي، وهناخد رسالة من عقله الباطن. يلا بأول حرف من اسم الشخص دوت، وهتلاقي كل حاجة موجودة في صندوق الوصف بإذن الله. الحروف موجودة، اختار بأول حرف وموجود جنبها توقيت بداية القراءة إن شاء الله. يلا كده هنعملها على مجموعتين، وتعالى يلا ناخد الأول إحساس الشخص دوت بيك إيه في الوقت الحالي، سواء كراش أو منفصلين أو مرتبطين. وجه بس انت القراءة في سكة حياتك. دقيقة واحدة بس كده هنعدل الكاميرا. تمام. يلا بقى كده ما تنساش تعمل لي لايك، ولو حابب طبعا تنورنا في القناة على التيك توك والجروب الواتساب طبعا هتستفاد منه بكتير. بنقول الطاقات بتاعة يوميا، وبنقول كمان طاقات الأبراج. بفكركوا طبعا ان احنا مش بنشوف اي قراءات مستقبلية ولا بنشوف اي حاجة ليها علاقة بالمستقبل. لو حابب طبعا تنورنا في قناتنا كمان على التيك توك والانستجرام وجروب الواتساب والتويتر، نورنا بإذن الله، هتلاقي كل الروابط موجودة ان شاء الله. ناخد كده اول رسالة. اول حاجه بقى احساس الشخص ده بيك عشان تعرف باذن الله القراءه دي مناسبه ليك ولا لا. فاحساس الشخص دوت ان هو جدا بيحترمك على فكره، والشخص ده بيقدرك جدا. غير كده كمان بشوف ان الشخص دوت ممكن يكون كنت انت بتوجهه في حاجه، او مثلا الشخص ده شايفك انك ممكن تكون كنت بتقول له مثلا نصايح او كنت بتحذره من حد معين. فالشخص ده شايفك على فكره انك وجهة نظرك صح، انك تفكيرك سليم جدا. حتى لو ده كراش على فكره فهو بيحترمك جدا، وعارف ان دايما عندك وجهة نظر. كمان بشوف ان ممكن يكون في العلاقة هنا، ممكن يكون في علاقة ثلاثية او ممكن يكون في اطراف متدخلة. لو طبعا ما فيش علاقة ثلاثية او ما فيش طرف ثالث فممكن يكون في اختلافات، او مثلا ممكن يكون في مثلا ظروف، مثلا حاجات تمنع الارتباط، عيلتك او عيلة الشخص ده مثلا مش موافقة مثلا على الارتباط دوت او على العلاقة ديت مثلا، او المجتمع اللي انتوا فيه بشكل عام. بشوف هنا كمان ان احساس الشخص ده فالاحساس ده برضو مسيطر على الشخص دوت، ان هو شايف ان في عوائق كتير في العلاقة، او شايف مثلا ان في حاجات كتير بتمنع مثلا انك انت والشخص دوت ترتبطوا. فالحاجة ديت مثلا ممكن تكون مزعلة الشخص دوت او مخليه زي عنده خذلان. فمثلا ممكن تكون دايما ملاقي او تلاقي الشخص دوت آم، زي واخد جنب منك مثلا، او مثلا ممكن يكون تعامله معاك بيكون بارد شوية. تلاقي دايما ان الشخص ده مثلا ممكن يكون بيصدق، او الشخص ده مثلا ممكن يكون بيتهرب منك. انت مثلا ممكن تكونوا بتشوفه بالنظرة ديت او بتشوفه بالطريقة ديت، ولكن الشخص ده الحقيقة اللي ظاهر قدامي هنا ان هو لا، مش نتيجة ان هو بيهرب او ان هو مش بيبقى عايز يكلمك او مثلا بيتبارد معاك زي ما بنقول عندنا بالمصري. لا، هو مش بيتبارد منك انت، لا ده هو مثلا من الظروف اللي بتبقى حواليكم، من الطرف التالت لو في طرف تالت، من حاجة زي كده. انت اللي بتسمعني اكيد هتبقى عارفها، او انت هتبقى حاسس الحكاية ديت، او فاهم اكتر الشخص دوت ليه بيهرب منك. برضو احساس الشخص ده بيك على فكرة ان هو الشخص ده يعني مبسوط جدا على فكرة ان هو عارفك، مبسوط جدا ان هو معاك في علاقة اصلا لو في ما بينك وما بينه علاقة في الوقت الحالي. مبسوط كمان بالنظرة اللي انت كنت بتديها له، باهتمامك بيه، باهتمامك بالعيلة، باهتمامك بالأسرة بتاعته، او باهتمامك بالشخص ده نفسه. يعني هو الشخص ده عارف على فكرة انك عايز تكون بيت معاه، عايز تبقى موجود في أسرة، وهو نفس الإحساس ده على فكرة برضه مسيطر عليه، إنه عايز دايما يبقى معاك في علاقة، أو دايما عايز يبقى
متواجد معاك في بيت واحد، تبقوا مع بعض تكونوا أسرة بيت. فالشخص دوت إحساسه بيك إن هو فرحان إنه عرفك، أو فرحان بإنه خد مثلا حنان، أو أنت اديته من الحنان بتاعك دوت. فهو ممكن يكون مفتقد على فكرة الحنان دوت، لأن التين اوف كابس مع جنبها بالظبط السكس اوف بنتيكل. فالشخص دوت زي مفتقد الحنان بتاعك، أو مثلا الشخص دوت مفتقد دايما الحنية بتاعتك، أو الإحساس اللي أنت كنت بتعطيه للشخص دوت. اللي بشوف هنا كمان ممكن يكون بعض الناس هنا ممكن يكون الشخص ده في سفر، أو أنت اللي في سفر دلوقتي، او مثلا في حاجات او في تباعد جغرافي ما بينك وما بين الشخص ده في الوقت الحالي، او انت والشخص ده في الوقت الحالي بعاد عن بعض، او مش موجودين جنب بعض في الوقت الحالي. فده برضو احساس مسيطر على الشخص دوت، اللي هو احساس البعد عامة يعني، اللي بيطرق على الشخص دوت في الوقت الحالي. لو طبعا كل الطاقات ديت انت حسيتها بإذن الله او لمستك، طبعا كمل القراءة، فالرسائل بإذن الله هتكون ليك ان شاء الله. ناخد يلا اول رسالة من الشخص دوت ونشوف عايز يقول لنا ايه بكل صراحة. الشخص ده بيقول لك انا بعمل لك جذب عشان انت تكلمني، او بفكر فيك كتير عشان انت تكلمني. فالشخص ده بيقول لك انا بفكر فيك كتير، او بعمل لك حاجات، او بعمل لك جذب عشان تكلمني، او عشان انت اللي تبادر وتكلمني، او عشان انت اللي تبدأ معايا الكلام. الرسالة التانية معانا الشخص ده بيقول لك يا رب يكون تفكيرنا واحد وبنفكر في بعض، انا بفكر فيك على طول. الرسالة التالتة الشخص ده بيقول لك انا نفسي نتقابل صدفة. يعني الشخص ده كمان على فكرة دايما لو ملاحظين كده من الرسائل اللي نازله لنا، الشخص ده بيقول لك يا رب يكون تفكيرنا واحد، يا رب نكون بنفكر في بعض كتير، نتقابل صدفة. معنى كده ان الشخص دوت في طاقته او في الرسائل بتاعته عنده حماس دايما ان هو يشوفك، عنده حماس ان هو يتقابل معاك. فهو الشخص دوت الحقيقة عنده زي لهفة، او عنده زي اشتياق ليك على فكرة الشخص دوت. فدي كانت الرسائل اللي كانت معانا النهارده. اشوفكم ان شاء الله على خير باذن الله. للناس اللي حابه تحجز قراءه خاصه زي ما بقول لكم، هتلاقوا كل التفاصيل موجوده في صندوق الوصف. تواصل معايا واعرف باذن الله اسعار حلوه جدا، واي حد يقدر باذن الله ان هو يعملها. اشوفكم ان شاء الله اصحاب المجموعه الاولى على خير. يلا ننتقل لاصحاب المجموعه التانية. اصحاب المجموعه التانية ازيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا كده تعال نشوف احساس الشخص اللي في بالك في الوقت اللي انت بتسمع فيه الفيديو عامل ازاي، باول حرف من اسم الشخص ده. نبتدي طبعا، ما تنسوش تنورونا في الروابط اللي هتلاقوها موجودة تحت جروب الواتساب، وهتلاقوا كمان موجود رابط الانستجرام والتيك توك. هتلاقوا فيديوهات حلوة جدا وفيديوهات بإذن الله تعجبكم إن شاء الله. ناخد لك بقى رسالة من عقله الباطن. ثلاث رسائل بتوعنا طبعا للناس اللي حابة تحجز قراءة خاصة معمقة أكتر. تواصل معايا طبعا معايا على الواتساب على الأرقام اللي هسيبها لك تحت في الديسكريبشن بوكس أو صندوق الوصف. تواصل معايا واعرف الأسعار حلوة جدا، وأي حد يقدر بإذن الله إنه يعملها إن شاء الله. يلا بقى كده تعالى نشوف احساس الشخص دوت اتجاهك عامل ازاي في الوقت اللي انت بتسمع فيه باذن الله القراءه. فاللي ظاهر معايا هنا ان احساس الشخص دوت اتجاهك ان هو حاسس زي بالفقدان. الشخص ده مثلا حاسس انه خسرك، حاسس شويه برضو الشخص دوت ممكن يكون حد شويه طباع، او ممكن يكون شخص شويه مش بيحب يعبر عن مشاعره. لان الحقيقه اللي ظاهر معايا هنا ان هو شخصيه شويه، او كان داخل معاك زي حرب، كان داخل معاك زي منافسه، وحاسس ان هو خسر في الموضوع دوت، او حاسس ان هو خسر في المسابقه ديت او في المنافسه ديت.
حتى لو ده crush مثلًا، فهو ممكن يكون كان مراهن عليك، أو الشخص ده مثلًا مراهن عليك وخايف لا يخسرك مثلًا. طبعًا أنا باقول كل الكلام، ولكن أنت وجّه القراءة طبعًا في سكة حياتك، لإن دي قراءة عامة. فاللي ظهر قدّامي هنا إن الشخص دوّة زي حاسس إن هو خسرك، حاسس إن هو خايف من الفقدان بتاعك. غير كده كمان باشوف ممكن يكون في بُعد ما بينك وما بين الشخص دوّة، في كتير طاقة منطبقة من المجموعة الأولى للمجموعة التانية. في ناس بتسمع على فكرة من القراءة الأولى هنا معايا، لإن الطاقات ظاهرة معايا برضه بتاعة المجموعة الأولى. فلو طبعًا ما سمعت بس القراءة التانية، اسمع المجموعة الأولى مكملة للقراءة دي. فاللي ظاهر معايا هنا إن ممكن يكون في بُعد مسافة ما بينك وما بين الشخص دوّة، أو ممكن يكون في فرق سِن، في اختلافات ما بينك وما بين الشخص دوّة. في بُعد مسافات زي ما باقول لك، أنت في مكان وهو في مكان، أو في تباعد دلوقتي ما بينك وما بين الشخص دوّة. باشوف كمان إن الشخص دوّة عايز يتواصل معاك، أو الشخص ده عنده إحساس إن هو عايز يطمن عليك، يبعت لك رسالة. ولكن اللي باشوفه هنا إن الشخص دوّة يا بيحط لك حدود، يا ما بيردش عليك مثلًا تبعت له رسالة حاجة زي كده. هو على فكرة اللي بيبقى قاصد الحكاية ديّة، لإن الشخص دوّة زي ما باقول لك هو عنده زي أسلوب شوية هجومي، أو الشخص دوّة عنده زي شوية أسلوب دفاعي عن نَفْسه، مش بياخد ويدّي كده زي ما بنقول بالمصري يعني. يعني مثلًا ما بيسمعش من الطرفين، لأ هو دايمًا الشخص ده مقتنع بوجهة نظره، ومقتنع إن هو أمّا يصُدّك، أو هو أمّا يتعامل معاك بالأسلوب دوّة، أنت هتميل له أكتر، أنت هترجع له وهتبقى متلهِّف عليه، مش هتتضايق منّه. وهو مفكّر كده، إنّك مش هتتضايق منّه، ولا أنت مش هتنفُر منّه أو هتزهق حتى، لإن كل واحد أو كل بني آدم أكيد عنده طاقة صبر، وأنت أكيد عندك طاقة. يعني أنت كل ما بيصُدّك، أو كل مثلًا أمّا بيجرحك، أو يقول لك كلام مثلًا مش فيك، أو كلام بيضايقك بشكل أو بآخر، فأنت هتمشي، أو أنت مثلًا هتبقى مش حابب إنّك تكمّل أكيد. فالشخص ده اللي باشوف إن هو بيراقبك على فكرة، أو الشخص ده باشوفه إن هو بيبقى عنده دايمًا فضول إن هو يتعرّف عليك، يتعرّف على شخصيتك، يتعرّف على كلامك، حتى لو ده crush. ممكن يكون بيصُدّك، أو ممكن يكون مثلًا بيتعامل معاك بطريقة مش صحيحة، ولكن الشخص ده شايف على فكرة إن هو كده بيتعامل بالطريقة الصح معاك، أو دي الطريقة المثالية اللي هو بيتعامل معاك. أغلبية الشخص دوّة على فكرة ممكن يكون متناقض شوية، لإن الشخص دوّة ال8 of wand وال7 of wand، الشخص ده عايز يتواصل معاك، وعايز يتكلم معاك ويتعرّف عليك. وهنا ظاهر لي إن هو شخص بيراقبك، وشخص إن هو عايز يتكلم معاك. وظاهر لي كمان في الطاقة دي إن هو بيصُدّك. يعني شُفت بقى التناقض في حد ذاته، إن حد عايز يتواصل معاك، وحد عايز يكلمك ويتعرّف عليك ويبقى معاك في علاقة كويسة، وكل الكلام دوّة، وتلاقيه مرّة واحدة صدّك، أو تلاقيه مرّة واحدة قفلك مثلًا ببلوك، أو ادّاك مثلًا حاجة معيّنة زعّلتك منّه. فالشخص ده زي ما باقول لك متناقض شوية، فإحساسه بيك مثلًا إن الشخص ده فعلًا عايز يتواصل معاك، فعلًا بيراقبك على فكرة فعليًا، مش حكاية عنده إحساس وخلاص. فعلًا الشخص ده عايز على فكرة إن هو يحصل عليك، أو عايز إن هو زي ينتصر مثلًا على ناس معيّنين مثلًا، على الظروف اللي حواليكم، على كل العادات والتقاليد اللي حواليكم مثلًا، على ناس ممكن تكون متدخلة في العلاقة، على طرف تالت، على حاجة معيّنة. اللي بتسمعني أكيد أنت هتبقى عارفها. فالشخص دوّة عايز، أو مثلًا إحساسه في الوقت الحالي برضه عايز ياخد معاك قرار جَد شوية، أو مثلًا هو عايز يبيّن لك إن هو مش بيلعب، أو الشخص ده مثلًا مش لعبي، عايز يبيّن لك إن هو جَد. الشخص ده برضه ده الace of sword برضه بتقول معايا كده، عايز يبيّن لك إن هو جَد، مش شخص بيوعد وعود مثلًا ويخلفها، أو يوعد وعود مش قدّها. لأ، ده هو عايز يبيّن لك إن هو شخص قيادي وشخص جَد على فكرة، ويقدر إن هو يتحمّل المسؤولية بتاعة العلاقة ديّة. برضه هنا معاك برضه الشخص دوّة عايز يبيّن لك برضه شوية إن هو أمّا كان بيصُدّك، أو أمّا كان مثلًا بيكلّمك بطريقة مش كويسة، فهو كان بيشوف إن الوقت ده مش مناسب، أو كان مثلًا بيشوف إن الوقت ده مش الصح اللي هو هتتكلّموا فيه، أو مش الوقت الصح إنّكم ترجعوا فيه، أو يبقى في ما بينكم علاقة في الوقت الحالي. فهو بيشوف إنه كان لازم يصُدّك، كان لازم مثلًا إن هو يكلّمك بالطريقة ديّة، حتى لو ده مُعجب سري زي ما ظاهر معانا. فهو شايف برضه إن هو كان لازم يصُدّك، أو كان لازم مثلًا يقول لك الكلام اللي أنت كنت لازم تسمعه، أو يتصرّف معاك بالطريقة اللي كانت لازم اللي اتصرّف معاك بيها أصلًا. لإن هو الشخص ده كان مثلًا ما عندوش وقت في الوقت الحالي، أو مثلًا ما كانش أقول لك إيه مثلًا، ألاقي لك تعبير كويس مثلًا يعني عشان تفهم بيه أكتر.
ما كانش زي ما بنقول عندنا الوقت المصري يعني ما كانش ده الوقت المناسب اللي هو يكلمك فيه. فده إحساس بحق ربنا الشخص دوّة بكل صراحة. يا اللي بتسمعني بإذن الله، تعالَ يالّا ناخد الرسايل اللي من عقله الباطن تجاهك بكل صراحة. الشخص ده بيقول لك أنا عايز فرصة جديدة معاك أو منّك سامحني. فهو الشخص ده عايز فرصة منّك وبيقول لك سامحني على كل الطريقة أو على كل الحاجة اللي هو كان بيتصرّف معاك بيها دي. الشخص ده بيقول لك نِفْسي أسافر معاك لوحدنا. إيه الرسالة اللي بعد كده؟ نفس على فكرة في تطابق كبير جدًا من المجموعة ديّة والمجموعة اللي قبل كده. يا ريت طبعًا نصيحة اسمعوا المجموعة الأولى مكملة بكتير جدًا، جدًا، جدًا. الرسالة دي كانت طالعة والرسالة دي شبيهة لنفس الرسالة اللي كانت نازلة في المكان دوّة. Six of Swords كان نازلة معانا لأ بالضبط شبههم، شبه القراءة الأولى بالضبط. فالشخص بيقول لك يا رب يكون تفكيرنا واحد وبنفكّر في بعض، أنا بافكّر فيك على طول. يا رب طبعًا إن كانت تكون الرسايل واضحة جدًا. الشخص ده فعلًا على فكرة بيحبكم على فكرة أو عنده مشاعر حلوة جدًا تجاهك، ولكن ممكن يكون شخص عصبي شوية أو هو شخصية قيادية حبّة. أتمنى طبعًا إن كانت تكون القراءة عجبتكم. ما تنسوش طبعًا الاشتراك في القناة واللايك وتفعلوا الجرس، ولو حابين تحجزوا قراءة خاصة تقدروا طبعًا تتواصلوا معايا على الأرقام اللي هاسيبها لكم تحت في الdescription box أو صندوق الوصف. تواصلوا معايا واعرفوا الأسعار حلوة جدًا وأي حد يقدر بإذن الله إن هو يعملها إن شاء الله. أشوفكم إن شاء الله في فيديوهات تانية كتير. كان معاكم محمد إيهاب، باي باي.